زوارنا الأعزاء، زوارنا دور سيتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ضيفنا دور سيتي. هذه الحلقة كنستضيفوا فيها شخص معروف، شخص أثار الجدل هنا على المستوى الوطني هنا بالبلاد. كنهضر هنا على مفكر يهودي وكاتب يهودي معروف، وكذلك هو الكاتب العام لجمعية الصداقة المغربية اليهودية بفرنسا. اكيد كنعرفوا او شكون هاد الشخصيه اللي كنسولوا عليها. هو سيمون سيكيرا من اليهود المغاربه اللي كانوا عايشين هنا في المغرب او قرروا انهم يستقروا باسرائيل. كنستضيفوا في هذه الحلقه الجديده من برنامج ضيفنا دور سيتي باش نهضروا على مجموعه ديال الامور متعلقه باليهود المغاربه، بعلاقتهم بالوطن ديالهم، وكذلك بملفات وقضايا اخرى. سيمون سيكيرا، مرحبا بك معنا. السلام عليكم. كنستضيفوك في البرنامج ديال ضيفنا دور سيتي. كنتمناو انه تكون هاد الدردشه ولا هاد الحوار ولا هاد الانترفيو غنديرو معاك يكون نوصلوا فيه مجموعه ديال الامور وتجاوب لنا على مجموعه ديال الاسئله، ياك؟ ان شاء الله. سيمون، قبل ما غنبدا معك في الاسئله بغيت نسولك واحد السؤال بسيط، وانه انت من اليهود المغاربه اللي هاجرتي بكري تقريبا 47 سنه وانت كتعيش حاليا في اسرائيل وفرنسا. اشنو هي العلاقه اللي كتربطك دابا بالمغرب؟ انا دابا خصني نقول واحد قبل، باش انا خلقت في عام 52 ومشيت بالمغرب كان عندي 15 عام. بزاف ديال صحابي نساو العربيه، انا بقيت حيت والديا قالوا لي الا تنسى العربيه راه المغرب غادي ينساك. وانا نتخلع وبقيت مصبر وتعلمت العربيه. بقيت تنسول هذوك القدام في اسرائيل تندوي معاهم العربيه باش نبقى ندوي الدارجه. ومشيت لونيفرسيتي قريت ماستر بالفرنسيه و ماستر ليستوار ديال لي جويف دو ماروك دون لوغ بيي او ماروك. كيف كنا عايشين من قبل هادي 300 ولا 400 عام، من هادي جاو هذوك اليهود من غرناطه ولا سيفيليا ولا عام 492. نعم. 1492 ياس. وباش كانوا صابوا يهود قدام شي 2000 عام كانوا ساكنين هنا وباش تلاقاو. وانا مغربي حيت با من مراكش وإمام بني بلال وخويا خلق فاس وانا خلقت مع خويا الاخر بالدار البيضاء. و علموا لنا والدينا باش هنا الموضوع ديالنا. وهنا الزرات هذاك الشيء علاش عملنا لو فيلم ماروكان جويف ديستان كونتراريي، باش علاش خرجنا من المغرب وعلاش بقينا مشبكين في المغرب. عندكم علاقه مع المغرب؟ علاقه. نعم. فوالا. نعم. والعلاقات دي عاملنا ديال المحبه وهذاك الشيء ديال القره وديال الشيء ما علمونيش انا في المغرب. علموني تعلمت في المغرب غير كيفاش نحب الناس. نعم نعم اكيد. سيمون، واحد القضيه مهمه اللي الراي العام المغربي تبعها مؤخرا هي المداخله ديالك اللي درتي هنا في المهرجان المتوسطي على اليهود المغاربه والعلاقه ديالهم. واش تقدر تعطينا واحد الفكره على المداخله ديالك كيف جات وفاش تناولتيها؟ مع البوليتيك اكيد. بون انا الا حتى تزيد شي حاجه خصك تعمل بوليتيك. وانا تنشوف الحوايج هكذا. باش في اسرائيل كاين 800,000 مغاربه مع ولادهم وولادهم وكلهم حابين المغرب. ما تقدرش تدوي على المغرب في اسرائيل. اللي يدوي على المغرب راه هو اون دونجي. وحبت باش كثر
غير يكون في الهواء هذاك المحبه مع المغرب، خص يكون شي حاجه صح. نعم. والصح هي حبنا المغاربه يجيو لاسرائيل ويكونوا يمشيو القدس، يمشيو يصليو وحنا نكونوا معاهم. واللي يحب يصلي يجي يصلي، واللي يحب يعمل التوريزم يعمل التوريزم. وهذاك الشيء حنا حبنا نكونوا في هذوك العلاقات. نعم. ودابا انا ساكن في باريس. نعم. وهي مخيره حيت انا جالس ماكم اون بلاص نوتر، وفي هذاك الموضوع تنقدر نشوف الحوايج ماشي بلا بريسيون. انا ماشي في اسرائيل، انا ماشي في المغرب، انا تنقدر نمشي لهذوك لين ما حبت، عندي الباسبور وملي تنسافر تنصوب الحوايج. نعم. سيمون، انت قلتي بانه رغم انك تقريبا 47 سنه وانت ما بين اسرائيل وفرنسا، استطعتي انه تحافظ على اللغه ديالك، على الدارجه ديالك المغربيه، الدارجه ديال الاصول ديالك، ديال الاباء ديالك والاجداد ديالك. بغيت نسولك، سيمون عنده علاقه مع المغرب، واش عنده علاقه مع الريف، مع هذه المنطقه اللي فيها الامازيغ، اللي فيها ناس ديال الريف؟ واش عنده شي علاقه؟ واش سبق جا هنا؟ واش كيفكر انه يبقى هنا في الريف؟ عنده علاقات مع شي ناس هنا في الريف؟ عندي واحد لا سيربريز كبيره بزاف. انا كنت نعرف المغرب كله قبل ما نمشي، قبل ما يكون عندي 15 عام كنت نعرف حتى لطازا وحتى لطنجة وحتى المراكش وأكادير. كنت نعرف المغرب كله بحق. هذا الموضوع واخا هذه دابا شي 30 عام وانا تنجي لهنا، هذا الموضوع كان تيبان بعيد وبحال دار شي موضوع. علاش كان كيبان لك بعيد؟ حيت ما كانش لوطوغوت، ما كاينش هذوك لي سيركوي توريستيك ما تيدوزوش. نعم. دابا شفت تيقولوا بالعربيه، انا دابا غادي ندوي تيقولوا بالعربيه اما الله يرحمها كانت تقول اللي ما عرفش خسرك. اللي ما عرفش خسرك. انا ما كنت تنعرفكم، تنعرف كيف الريف، تنعرف الشلوح في السوس، تنعرف البغبغ في الزيتيمه ببني ملان وفي الاطلس. بحق في الريف كنت نعرف واحد حفدان ماشي من الريف. حفدان هو قال لي كاين الريف، كاين لقيته وشفته وقبلناه في اسرائيل هذه بزاف العامات في 93 ولا في 96 كان جا. وهو دوا على الريف ودابا شوف انا هنا شي سيمانه بحال انا هنا عامين. كل نهار ونهارو. اكيد. وتنشوف الناس فريمون انا فرحان بزاف. سيمون، قبل ما تجي هنايا الناظور باش تحضر الفيستيفال ديال السينما، ناض عليك شويه الصداع. وي. اخبارك هادشي؟ ناض عليك شويه الصداع بانه انت جاي من اسرائيل بحكم الحساسيه ديال اسرائيل مع الدول العربيه، انها دوله كتجسد بانها دوله كدير الاجرام على الشعب الفلسطيني. الناس عارضوا هنا في المغرب او هنا في الناظور، مجموعه ديال الناس عارضوا الحضور ديالك في المهرجان ديال السينما. اش كتقول في هذه المساله؟ انا تنقول الفلسطينيين انا تنعرفهم، انا تنمشي لهم، انا تنمشي لرام الله. انا مشيت لبثلحم. نعم. انا تندوي معاهم وما عندي حتى بروبليم معاهم. وإلا كان بروبليم خصنا نشوفوا كيفاش نصوبوا هذيك الحركه. شوف، بين 48 و 78 30 عام كانت القرة بين مصر وإسرائيل. نعم.
فين بدا السلام مع مصر؟ هنا في مراكش. في مراكش تلاقى حسن التهامي، هو اللي كان كبير ديال الجوفرنمون ايجيبسيان، وموشي دايان ديال اسرائيل، تلاقاو هنا وبدا السلام. وحيت انا دابا تندخل هذاك السيكلو حتى نامن باش المغرب هو ارض السلام. ولا هادوك اللي تيقولوا ما يجيوش لهنا، ولا غدا تصاوبوا لي بالستينيان مع لي اسرائيليين، غادي تسكتوا ولا غادي تقولوا لا يكملوا بالقرة؟ خلونا نعملوا السلام. وفي ارض السلام في المغرب انا تنأمن باش الله ينصر سيدنا والناس كبار في المغرب تعرفوا شنو طريق السلام وما يجيبوا لنا السلام. نعم. سيمون، بغيت نسولك على الصداع اللي واقع حاليا او الحرب اللي واقعه ما بين الفلسطينيين وما بين الاسرائيليين، وما بين حركه حماس بدرجه اولى، وما بين الجيش او الحكومه الاسرائيليه او الدوله الاسرائيليه. اش كتقول في هذه المساله هذه؟ شنو هو الموقف ديالك من هذا الحرب؟ انا تنقول باش خصنا نحصروا هذاك الشيء ونقدر ندوي على الحوايج كبار، باش واش واحد تيعرف واش هذوك اللي تيغوتوا على الحرب تعرفوا بشحال الفلسطينيين قتلوا، شغلهم بشحال ماتوا الفلسطينيين، وشغلهم بشحال الاسرائيليين. على الاسرائيليين ما عندهمش الراس باش يفهموا 23,000 ديال الاسرائيليين مشاو لهذيك الدنيا حيت نقتلوا في التيروريزم، وبشحال الفلسطينيين تصيب 40,000. ولاش الا نقدروا نصاوبوا هذاك الشيء، ولا ما نقدروش نعملوه بشويه. وإلا نعاود لك، بنتي انا ساكنه في اسرائيل، وكانت حبله بثلاث شهور، وواحد النهار والو ما كان والو، وضربوا هذوك الحماس من غزه، ضربوا بير سابع، وهناك ساكنه بنتي وحبت تهود باش تخبى، والولد طاح لها. نسى هذاك الولد. اش غادي نقولوا؟ صافي غادي نبقاو القرة؟ خصنا نعملوا شي حاجه. بغيت يعني في الحمله كلنا هذاك الشيء كله. انا تنعرف الناس اللي مشاو لهم ولادهم ومشاو لهم ولادهم وما بقاوش يعيشوا، تحب لك كلهم. وحتى في عند الفلسطين كاين ناس اللي مشاو لهم 2 دراري 3 دراري، واش هما عايشين مزيان؟ ما يمكنش الناس اللي جالسين في المغرب بالسلام وبالسكات يقولوا لا ما يدخلوش وما يدويوش وما يكونوا. يعني انت كترفض هذه المساله ديال انه اليهود المغاربه اللي كيسكنوا في اسرائيل، كترفض انه ما خصهم يدخلوا المغرب وخصهم يدخلوا ويخدموا عند السلام. نعم. انا تنعرف اللغه الدارجه، خصني نعمل شي حاجه. ما نقدرش انا نقول انا ساكن في فرنسا واخا انا ساكن في فرنسا، واخا يجي يقول لي شي واحد حب يدوي اسرائيلي وبالستينيان، انا خير لي يتعمل في المغرب، حيت هنا كاين القلب، كاين ناس اللي تيعرفوا هذيك الحركه، عرفوا اليهود، عرفوا. نعم. سيمون، بغيت نسولك واحد السؤال قبل ما نختم معك هذه الجلسه هذه. في الناظور كاين واحد الموسم سميتو موسم سيدي يوسف، الهيوله ديال سيدي يوسف قربت تقريبا، ما بقاش بزاف باش يوصل الموسم. واش سبق لك حضرتي الموسم هنا في لا، اللي حضرت هو في الصويره. لا، الصويره نقول لك الصويره هي هذوك 280,000 اليهود اللي مشاو بالمغرب، يمكن شي 2000 كانوا ساكنين في الصويره. صافي. كانوا ساكنين في المغرب. الصويره هي شي حاجه جديده ومزيانه بالحق. دابا كاين، حنا كنا ساكنين في الدار البيضاء،
وفي الدار البيضاء كانوا 300,000 شخص ساكنين و80,000 اليهود. واش كانوا عاملين هذوك اليهود؟ لي بونك، لي زاسيغونس، لي فينونس، البيع والشراء، ضرب العمال. هذاك الشيء هو المغرب ديالي. نعم. قلت لك الموسم ديال سيدي يوسف، هضر لينا شويه عليه. واش عندك شي فكره عليه؟ واش سبق لك انه تمنيتي توصل ليه؟ لا، تنعرف غير شي حاجات تنعرف، باش انا مشبك في المغرب، حيت كاين هنا 630 ديال الربانيين، الاولياء ديال مقبورين هنا وبجبوله. هكذاك عرفت المغرب، حيت والديا كانوا تيعبيونا الوهزازات ويعبيونا ربي عمران بن ديوان في وزان، ويعبيونا ربي يحيى في بن حماد، وكنا ندوو في زمور. كل موضوع اللي كان كنا تنمشيو، ماشي غير في الموسم، العام كله كنديرو توريزم. وي، علاش؟ حيت كل بلاد كان عندهم الصديق ديالو، كل بلاد. وانا المره الاوليه هادي شفت واحد المره الاوليه هادي شفت مسلمه تزور السيد فزمور، ومشيت عند يما وقلت لها شوف كاين مسلمه تزور هنا قدام القبر. قالت لي يما ايوا بحالنا بحالها، خليها تسعل السماع وخليها تصلي وخليها تطلب. وعاد فهمت، كان عندي شي 11 عام. اذا كاين علاقه ما بين، كاين علاقه وطيده ما بين اليهود اللي كاينين في اسرائيل وما بين الوطن ديالهم الام اللي هو المغرب. سيمون سيكيرا صراحه، وإلا بغيتي غير قبل ما نجي لنادور، قدرت نجي من باريس لنادور. وطلبت باش نمشي للدار البيضاء نزور ماما نجمة مريم وامها نجمة وخواتاتها، زرتهم كلهم في الروضة اليهود في الدار البيضاء، وعاد جيت لهنا حيت عندي علاقة كبيرة مع المغرب. لوصايا ديال الوالدين قالوا لي عندك تزرع شي قبر من الروضة اليهود، كل شيء بقى هنا. ماتوا في المغرب وانتي بقاو في المغرب وانتي نعاش اجي تشوفهم. نعم. سيمون سيكيرا الصراحه ما سخيناش بك، كانت جلسه زوينه سولناك فيها شويه. كنتمناو نتلاقاو معك في شي فرصه اخرى، وكنتمناو ترجع عندنا هنا للناظور ونجلسوا اكثر ياك. وي الزوار الاعزاء، زوار ناظور سيتي، وصلنا الى نهايه الحلقه الجديده من برنامج ضيف ناظور سيتي، اللي استضفنا فيها المفكر والناقد وكذلك وكاتب العام لجمعيه الصداقه المغربيه اليهوديه بفرنسا سيمون سيكيرا. كنتمناو انه نتلاقى معكم مع ضيف جديد، ملفات جديده ومواضيع جديده. الى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.